السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخاوة في الفيديو هذا شوفوا يا جماعة، في الفيديو هذا راح نجيب لكم القصف ارض جو تاع معطاوي، وكلنا نعرفوا معطاوي، كلنا على بالنا باللي الكلام تاع معطاوي ماشي كلام هكاك فقط، يعني يقصد به كلام في الصميم. كيفاه وصف الحفلة هذه بين قوسين الحفل تاع مراكش تاع المروك تاع الكاف هذه، قال لك الحلف ضد فئة معينة والله ضد الجزائر بصفة خاصة. يعني لما تشوف المهزلة تاع رياض محرز، ولما تشوف المهزلة تاع اتحاد العاصمة، ولما تشوف يعني مزازل كثيرة في حق الكرة الجزائرية، وفي الأخير النقطة والله القطرة التي أوضحت للعالم كله أنه هناك مؤامرة ضد الجزائر على وجه الخصوص من الكاف بأيدي الناس اللي يتحكموا فيهم. راكم على بالكم إخواني الكرام، زادوا تاكدوا حتى الناس المحايدين اخواني الكرام. في البدايه لو تتذكروا جبت لكم الفيديو قبل يعني الحفله تاعهم هذه، جبت لكم اوديو تاع الصحفيين التوانسه وتاع الصحفيين المحايدين، كانوا يعني عندهم شيء من التحفظ. يقول لك ربما الكلام اللي يتكلم فيه الجزائريين مبالغ فيه، ربما يعني اشياء، خلونا نقول اشياء صغيره هكا هي التي صنعت الفارق في اختيار اللاعبين هذوك اوسيمين واشرف حكيمي ومحمد صالح اكسيتيرا. لكن بعد الاعلان على الجوائز والحكايات التشكيله المثاليه هذيك تاع ساديو ماني، بالاضافه الى انهم ما استدعوش اصلا بن شيخ لانه جزائري، ما عطاولوش خلاص الكونفوكاسيون، زادوا تاكدوا 100%، والناس اللي كانت عندها شكوك في البدايه تاكدت انه كلام الجزائريين صحيح 100%. ولا جماعه اللي يقول لك على بالكم حمروكيين، هناك فئه ما نهضروش على المغاربه الاحرار اللي على بالهم الامور كيف راهي تصير، نتكلموا على الحمروكيين اللي يخرجوا يقول لك انه الجزائريين فقط اللي مديرين ضجه، والاعلام العالمي ما يتكلمش في الامر هذا اكسيتيرا. في الاخير راني موجد لكم فيديو، قولوا لي الانسان هذاك هل هو انسان اوروبي ولا انسان جزائري، وقولوا لي نتوما ترجموا لنا، انا ما نعرفش نترجم، ترجموا لنا واش يتكلم الانسان هذا، وقولوا لنا خليكم ليكم يعني نتوما اللي ترجموا، وربي يسهل عليكم افهم وحدكم اخواني الكرام، انا ما نفهمش نتوما اللي تفهموا. ونروحوا مباشره باه ما نطولش على خوتي، الكلام تاع معطاوي كلام في الصميم، اسمع وحل ودنيك حبيبي. العالم وليس البلاطو الجزائري أو المتابعين والمحللين الجزائريين، العالم رأوا بأعينهم الذئب وهو يحلب تلك النملة ويشرب منها لبنا وحليبا. أي لبن وأي حليب من النملة؟ حليب الأفارقة الذين التفوا حول جلدتهم. هذه القارة يا عماد عانت الويلين من الاستعمار من طرف عديد الدول الأوروبية، من فرنسيين وبريطانيين وبرتغاليين وإسبان وإيطاليين. اليوم نشهد بعدما عانينا من الأبارتايد والعبودية في هذه القارة السمراء، اليوم يعني من بني جلدة هذه القارة نشهد انقلاب على الأخلاق. عنوانه أنت سميت منذ قليل مع ناصر مسرحية مكتملة الأطوار. أنا أقول لك يا عماد، هذه مسرحية يا عماد وسخة وبدون شرف لأشرف. هذه المسرحية لا صلاح فيها لصلاح الكاف، كاف الكذب والبهتان يا عماد. أي تصويت هذا الفاقد لحكمة حكيمي ولبصيرة أوسيمين، المصابة بفقدان البصيرة وليس ببصر العينين. ما شهدته إفريقيا في هذا الحلف وليس الحفل هو انقلاب على الروح الرياضية والأخلاق، والرياضة في نهاية المطاف هي أخلاق وروح رياضية وليس أكثر من ذلك. ما شهده اتحاد العاصمة، البعض توقف عند اتحاد العاصمة ورياض محرز. أنا أضيف لك المنتخب الوطني الجزائري، كيف لمنتخب كان بدون هزيمة في الموسم الجاري، وكان أحسن منتخب في التصفيات المؤهلة لدورة هذه القارة وليس لدورة كأس العالم وما إلى ذلك. يعني إذا تحدثنا عن غامبيا أقل شيء، يعني إذا تحدثنا عن تواجد حتى المغرب يا عماد، حتى المغرب والسنغال لم تضاهي الجزائر في هذا الموسم. هذا حلف على ما إنجازات هذا الموسم. نحن لا نتحدث على إنجازات الماضية لكأس إفريقيا والمشاركة المونديالية وما إلى ذلك. هذا الموسم المنتخب الوطني الجزائري كان المنتخب الإفريقي الوحيد الذي لم يذق طعم الهزيمة، كان أحسن منتخب من حيث عدد النقاط التي حصدها في التصفيات المؤهلة قبل الأوان، لنهايات كأس إفريقيا. فإذا بهم يغيبون عريس هذا الحلف.
اللي هو محرز، ويغيبون عائلة العريس اللي هي المنتخب الوطني، ويغيبون مدعوين هذا الحفل اللي هو اتحاد العاصمة. ربما غيبوا عريس الحفل وأحضروا عريس الحلف. عريس الحلف هكذا. لذلك عندما لا نجد اتحاد العاصمة الذي فاز بلقبين، يعني من بين الفرق الثلاثة التي رشحت لنيل لقب أحسن فريق، ولا فريق نال كأسين. الاتحاد العاصمة هو الفريق الوحيد الإفريقي الذي رفع كأسين خلال هذا الموسم. أيعقل أن لا نجده في هذا الحلف؟ أنا متأكد من شيء آخر يا عماد، عندما يغيب رياض ويغيب الخضر ويغيب اتحاد العاصمة، هذا تعفف من بلد يحسن أداء الكرة، ومن بلد رفع الكؤوس، ومن بلد كان له يعني قطار في الكرة العالمية قاده ملك الكنترول الذي هو رياض محرز. اليوم رياض محرز لا يتفوق على الأفارقة، بل يتفوق على نجوم عالميين في بعض الخصائص الفنية وفي بعض الأرقام، وأمين بعد قليل سوف يزودنا بما يمتلكه محرز خلال هذا الموسم. عندما يغيب هذا الثلاثي الخضر ورياض والاتحاد، هذا تعفف منا على حضور هذا الحلف وليس. انا تبان لي باللي الكلام واضح جدا، الكلام بالعربيه ماهوش بالشينويه ولا نقولوا بلغه ما نفهموهاش. اجتمع حلف الكاف هذا على ظلم الجزائر، والله على اخذ حقوق الجزائر برعايه ايادي خفيه، والله اعداء خفيه، سواء الاعداء اللي هنا سواء الاعداء اللي هي اخوان الكرام. ولما تشوف رئيس الاتحاديه تاعهم حتى المنافس تاعو في المجموعه من اجل التاهل للمونديال اخوان الكرام النيجر يخلصوا رئيس الاتحاديه المغربيه. تخيل فقط اخي الكريم ان المنافس تاعنا في المجموعه من اجل تصفيات كاس العالم، والله من اجل التاهل لنهائيات كاس العالم، هو المنتخب الغيني. نقولوا لهم مثلا والله تخرج يعني هكا شائعات باللي الاتحاديه الجزائريه ما قدرش تخلص جمال بالماطي اللي هو المدرب تاعنا 4 ملاير كامل، فتخرج الاتحاديه الغينيه اللي هي المنافس في المجموعه تاعنا يعني للتصفيات هذه المؤهله لكاس العالم، تقول لك الشيء اللي ما قدرتوش تخلصوه انتم خلصوه حنايا. ايماجيني فقط، والله تخيل ردة فعل الناخب الوطني جمال بالماضي لما يروح مثلا ويواجه المنتخب الغيني وهو على باله باللي الاتحاديه تاع المنتخب هذا هي اللي قاعده تخلص فيه، هل يعني راح يفوز عليه؟ لكم الإجابة. أنا نرد على الطاغية هذا والله على الفاسد هذا بطريقة إسلامية وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا مدينا المسؤولية للناس اللي ما يستاهلوهاش فانتظر الساعة. إذا حرمنا الناس اللي يستاهلوا من الجوائز تاعهم وظلمناهم ومديناها لأناس آخرين ما يستاهلوش فانتظر الساعة. ونقول لك فقط إن الله يمهل ولا يهمل، وحنا الجزائريين 45 مليون جزائري رانا نوكل الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. وتعرف جيدا واش معنى توكيل الله في الدين الاسلامي تاعنا. انا تبان لي باللي ما تعرفش، لانه لو كنت تعرف توكيل الله وحجم الكلمه هذه تاع نوكلوا عليك ربي، فاعتقد انك ما توصلش روحك وما تدخلش روحك في الفساد هذا وفي الطغيان هذا كامل. ونزيد نذكرك بحاجه، حنايا في القصص تاع الدين تاعنا كامل، يعني الاشياء المآثر اللي قريناها في الدين الاسلامي تاعنا كامل، انه دائما الطاغيه لما يوصل المقدار الكبير تاع الطغيان تاعو اعرف باللي راهي بدايه الزوال. وبدايه الزوال تاع فوزي القرع هذا راهي وشيكه جدا، لانه الطغيان تاعو كابوره وكابوره جدا. اسمع الاوديو الاخير تاع الانسان هذا. الانسان هذا ما على باليش اسكو فرنسي ولا بلجيكي، ولا الانسان هذا على حساب الصوره يبان لي باللي من اوروبا. روحوا بحثوا عليه خوتي، انا ما نعرفش. انا بالك غير الجزائريين اللي يقولوا باللي رياض محرز ظلم على مستوى الكاف، وغير الجزائريين اللي يقول لك باللي المهزله تاع فوزي القرع وايادي والسياسه دخلوا السياسه في الرياضه الى اخره. غير احنا الجزائريين اللي نهضروا هكا. اخواني الكرام اتفرج الفيديو هذا وانا ما نعرفش نترجم، انا فهمت فقط الفراز الاخيره، الكلمه الاخيره اللي قالها الانسان هذا، راح نترجمها لكم بعد نهايه الفيديو، والباقي خلوا اخوتنا الحمروكيين هما اللي يترجموها لنا ويقولوا لنا واش فهموا. اسمع مليح. Imaginez, vous gagnez la Ligue des Champions, la FA Cup et la Première Ligue, mais vous n'êtes même pas sélectionné pour le trophée du meilleur joueur de la CAF. Bah c'est ce qui arrive à Riyad Mahrez et c'est assez honteux. La CAF a dévoilé les 3 finalistes pour le titre de joueur africain de l'année et on retrouve Salah, Osimhen et Hakimi. Un bon trio sur le papier, mais dans les faits, il y a un problème. Où est Riyad Mahrez? Le mec a remporté un trophée historique avec Manchester City. Que ce soit Drogba, Touré ou Mané, aucun joueur africain n'avait réussi
à faire ça. Et il a fait ça en étant l'un des joueurs les plus décisifs de Manchester City. 15 buts et 13 passes, c'est simple, il n'y a que Haaland et De Bruyne qui font mieux. Et surtout, le trio final est très discutable. Salah a fait une bonne saison statistiquement, mais collectivement, Liverpool a été catastrophique. Et Hakimi a fait une bonne Coupe du Monde avec le Maroc, mais Bounou aurait pu être devant lui. Le seul qui mérite vraiment, c'est Osimhen et le titre historique remporté avec le Napoli. Du coup, on se dit que c'est peut-être son transfert à Al Ahly qui a joué. Mais là aussi, il y a un souci. Benzema finit 16e au Ballon d'Or en jouant en Arabie et avec une saison blanche au Real. Bref, la meilleure réponse de Mahrez, ce sera sur le terrain pour la CAN le mois prochain. ها ترجموا لنا خوتي، انا الله غالب ما نعرفش اسكو اللغه هذه اللي يتكلم بها اسكو فرنسيه ولا انجليزيه ولا شنويه، الله غالب. حاولت ما قدرتش. الشيء اللي قدرت عليه فهمت فقط الجمله الاخيره، الفراز الاخيره اللي قال لك انه يبقى حق الرد باش يبين لهم رياض محرز باللي ظلم في الكان المقبل هذا باذن الله تعالى في كوت ديفوار، ما انه لا تحتاج لا لرد ولا هم يحزنون، ولكن باش نبينوا لهم باذن الله تعالى انه الجوائز المهمه في الاتحاد الافريقي والله في القاره الافريقيه سوف تاخذهم الجزائر بالغصب كما فعلنا سنه 2019 بدون كواليس ولا اشياء ولا امور تطبخ تحت الستار الى اخره. ما انه اخواني الكرام الماموريه صعيبه، فيه مؤشرات تدل وتقول انه هادو الناس اللي منعونا من الجوائز هادو راح يديروا كل ما يقدروا عليه من اجل ان يحرمونا كذلك بالحكام بالغازون باي حاجه، المهم يديروا لك اي حاجه من اجل عدم التاهل اصلا للدور الثاني، يليمينيك ويقصيوك في دور المجموعات من كاس الامم الافريقيه. وهذوك الجماعه اللي كانوا يقولوا جمال بالماضي الان والنتائج جمال بالماضي هي اللي تحكم عليه، نهار يديروا لنا كاش حاجه في لاكوب دافريك ما تخرجش وتقول لي فقط باللي جمال بالماضي اللي يتحمل المسؤوليه. الان انت تقول باللي الاتحاد الافريقي وراءه الصهاينه اكسيتيرا، وبعدها لما يديروا لنا مؤامره تخرج وتحمل جمال بالماضي فقط المسؤوليه. النهار هذاك لو لا قدر الله وحدث شيء المنتخب الوطني واضح للعيان كما حدث في مباراه المنتخب الكاميروني وقاسامه والحكايات هذوك، ما تخرجش فقط تتهم وتحمل كل المسؤوليه لجمال بالماضي، وانما حملها للناس اللي ما قدروش يحميوا جمال بالماضي تحت الكواليس الذي اصبح واضحا للعيان، ماشي للجزائريين فقط وحتى للناس المحايدين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.